بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل. النهارده ان شاء الله معانا كاس بورتاج 2020. عملنا الفرش اسود، خيط البنط احمر، عملنا تصميم الكمبيوتر هنحطه لكم في اخر الفيديو زي ما انتم متعودين معانا. عملنا الارضيه جلد. تم ده صاحب السياره وشاري، مش احنا، هو جاي فيها. العربيه دايره قدام حضراتكم. دي الكراسي الارباج، مفيش لمبه ارباج منوره، والاهم من اللمبه ان الارباج يبقى معمول حسابه في الفرش، لا قدر الله لو الارباج فتح الفرش ما يعملوش اي عقم. ممكن تبقى اللمبه منوره بس الفرش نفسه مش معمول حسابه في حاجات. ومش موضوع فتله وفتله فتله وفتله، ده كلام تجاري. في حاجات بوريها لك على الطبيعه بطمنك. طبعا مش هضحي بعمرك عشان فرش جلد. ربنا يحفظنا جميعا. ندخل بقى في المفيد، في الدورانات، تحبيبة الجلد، تصميم، اي تجسيم. طبعا برضو التجسيم ده بتخيط بطريقه معينه بحيث ان الاصل يكون سليم، ما بنقطعش الفرش الاصلي، ما بنخرمش فيه. شيل ده في اي وقت هتلاقي الاصل تحتيه زي ما هو. دوراناتك نفس الكلام هنا. الدورانات لو في كسر، في كشكشه، عوجة خيط، اي حاجه اقول عليها. ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحبها يا رب. ده الكرسي بتفصيلته، تحبيبة الجلد، كل حاجه باينه زي ما احنا ماشيين كده مع بعض. برضه هنجيب لك كل حاجه عشان لو في اي ملحوظه تقول عليها. بركز لك انا على الدورانات عشان الدوران ممكن الخيط يتعوج، ممكن الجلد يعمل كشكشه، يعمل كسر. انا بقول لك حتى تبص عليه وما تبصش على ايه. فتحات الحزمه بالتفاصيل الصغيره اللي انتوا بتحبوها. المقطع يقفل براحته ويفتح براحته. ما شاء الله. كل الابواب، كل الدورانات، استلم كأن العربيه قدامك. مش هجيب لك جنب واحد وخلاص، كل الابواب. كيس بورتاج، فرش اسود، خيط احمر. هحط لكم التصميم ده دلوقتي وهو بيتعمل. اسف لو طولت عليكم، اتمنى تتابعونا على طول، ما تزهقوش مننا. اشكركم شكرا جزيلا. سلام عليكم.